تعرفوا إني عامل الصينية دي بحوالي 50 جنيه ومحشية بالكاسترد وكمان هتطلع معاكم حدوتة. في حلة نحط نص كيلو لبن وثلاث معالق من السكر وكده كده السكر حسب الرغبة وثلاث معالق من الكاسترد وميكس رايق من اللي قلبك يحبه. وأول ما كل ده يدوب مع بعضه نطلع على النار واحدة واحدة وعلى الهادية زبادي لحد ما يوصل معاكم بالحلاوة دي. والنبي في حلاوة كده حدوتة مدلعة. بعد كده نحط مكعب زبدة ورشة فانيليا ونقلب تقليبة حلوة ونسيب الكاسترد بتاعنا على جنب. كده الكاسترد بتاعنا جاهز وهنجيب لف الجلاش وبصينية ونبدأ نشيل الزيادة. والزيادة دي يا جماعة احنا ممكن نحمصها ونعمل بيها ام علي. احنا في المطبخ ما بنرميش حاجه. وصينيه تدخل الفرن ندهنها بالزبده. بعد كده نحط اول طبقه من الجلاش. بعد كده ندهن بالزبده ونحط ثاني طبقه ونفضل نعمل الحركه دي حوالي 3 4 مرات. بعد كده نبدا نحط الكاسترد واحده واحده وعلى الهاديه زبادي ونقفل تقفيله ثانيه باربع خمس طبقات من الجلاش. وما بين كل طبقه وطبقه ندهنها بالزبده. اول ما نخلص الكميه كلها بسكينه نبدا نقطعها على 8 ونقطعها على 6. كده كده اكلتك ودلعها. وعلى فرن شغال على 180 حوالي 20 دقيقه وعينك عليها هتطلع معاكم بالحلاوه دي. وهي سخنه هنبدا نغرقها بالشربات. والله حدوته مدلعكم. وبس كده يا سيدي، حلقه سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.